يسعد مساكم متابعيني واهلا وسهلا بكم في قناتي قناة مطبخ غيداء. اليوم جبنا لكم هاي الكيكة الحلوة، كيكة جوز الهند. بداية راح ناخذ هنا تقريبا كوب واحد من السكر وراح اخليه على نار هذا حتى يكون مكرمل. بعد ما تكرمل راح اضيف له نص كوب من المي. وابدي اخلطه. هاي التكتلات لا تخافون منها، راح تذوب على النار الهادئة ويصير سائل. بعدها أخذت القالب الكيك وضفت هذا السكر المكرمل في القالب، وراح أضيف له تقريبا كوب من الجوز الهند بصورة منتظمة في القالب، واتركه على جهة إلى أن أكمل مقادير الكيكة اللي احنا سويناها. بعد ما كملت سكر المكرمل راح أضيف كوب من الجوز الهند في القالب وأتركه على جهة. طبعا هنا أضيفه بصورة منتظمة وأتركه على جهة وأحضر مقادير الكيكة اللي راح نسويها. راح اخذ 3 بيضات واضيف عليها فانيلا، ونبدي نخلط بالخلاط الكهربائي او الخلاط اليدوي. بعد ذلك راح اضيف لها نصف كوب من السكر، لانه اني اصلا ضفت كوب سكر مكرمل، فكلش كافي نصف كوب على الكيكه. وايضا راح اضيف عليها الحليب مع الخلط المستمر، وراح اضيف الزيت بس بشكل خيوط، يعني ما احطه مره واحده، لا، بالتدريج نضيف الزيت ونبدي نخلط. بعد ذلك نضيف الطحين اللي عندنا كوبين ونص، لكن أول مرة راح نضيف 2 كوب، والنصف الكوب نضيفه بالأخير. وأيضا راح نضيف تقريبا ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. راح أخلص خلط هذه المواد وبعدين أسكبها على القالب اللي أنا جهزته من السكر المكرمل والجوز الهند، وراح نضيفها في الفرن على درجة 180 درجة مئوية، ونخليها بالفرن على مي حار، وتابعوني للأخير شوفوا التفاصيل. طبعا بدي أضيف الكوبين ونص من الطحين بالتدريج وأخلط بالخلاط الكهربائي حتى تتجانس الخلطة تماما. وراح أضيف بيكنج باودر، وبعدين نضيف النصف كوب اللي بقى عندنا من الطحين. متابعيني كملنا الخليط، وبعد ذلك راح أخلي مي حار داخل طاوة أو فد قدر صغير، ونحط القالب مات الكيك داخله على مود المي الحار يخلي الكرمل دائما يكون ساخن. طبعا ودخلت الفرن على درجة 180 درجة مئوية. وهذا الشكل النهائي لكيكتنا اليوم، وجدا جدا طيبة وشهية. جربوها وما راح تندمون. وألف عافية مع مطبخي مطبخ غيداء.